أولا أرغب في طمأنة الجمهور. إصابتي ليست بالخطيرة. قدمت لدبي لمقابلة طبيبي والتأكد أكثر من حالتي. الحمد لله الأمور جرت على أحسن ما يرام، وأظن بأن عودتي للملاعب تتطلب شهرا ونصف. الإصابة تعرضت لها رفقة المنتخب المغربي أمام السنغال، غير أنني لم أحس بآلامها إلا بعد يومين أو 3 أيام. إصابتي لم تخلق لي أي مشاكل مع مكونات نادي الهلال من إدارة وجهاز فني ولاعبين، بل العكس تماما، الكل يساندني في محنتي. في المقابل لم تتقبلها بعض من الجماهير، وهذا شيء طبيعي لأنها كانت ترغب في مشاهدتي بالملعب، وأعرف أيضا بأنها تنتظر مني الشيء الكثير، أنا والكاميروني إيمانا ومواطني يوسف العربي. أنت تعرف بأن الإصابة هي ضرائب يؤديها أي لاعب يزاول كرة القدم. هذه ليست أول إصابة في مشواري الكروي، لكن أرجو من الله تعالى أن تكون الأخيرة بمسيرتي كلاعب حتى أحقق ما أطمح إليه. أتحدث كثيرا لجماهير الهلال، أكيد أنهم محبطون بسبب إصابتي، وهذا شعور جميل من طرفهم، لكن فقط عليهم أن يتفهموا بأنني لن أدخر جهدا في الالتزام بمقاييس العلاج للعودة سريعا للملاعب وللمساهمة في قيادة الهلال نحو التتويج هذا الموسم. أما بالنسبة للجماهير التي لم تقبل فكرة مجيئي للخليج فهي لا تهمني، وأقول لهم بأنني سعيد بانضمامي لصفوف نادي الهلال السعودي، وسأحقق مع الهلال أشياء كثيرة هذا الموسم.